25 من شهر رجب الأصب، حيث فيه تذرف الدموع والآهات بذكرى استشهاد المعذب في قعر السجون الإمام السابع من أئمة أهل البيت عليهم السلام، ذاك هو الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، ناحية تازة التركمانية الموالية لأهل البيت بمحافظة كركوك. خرجت بمواكب عزاء لتجديد البيعة والولاء لصاحب الذكرى. أعزي العالم الإسلامي ومراجعنا العظام، كما وأعزي عوائل شهداء جسر الأئمة، وبالأخص عثمان الأعظمي رحمة الله عليه، وكما أعزيكم وأعزي أنفسنا بهذا المصاب الجلل. نعتبر الذخر لنا ولآخرتنا، كما ونجدد البيعة والتجديد والولاء لمسيرتنا السياسية الإلهية. قامت هيئة تنظيم المواكب الحسينية في ناحية تازة خرماتو بإقامة مجلس حسيني، أو بالأحرى برنامج حفل تأبيني إحياء لهذه الذكرى الأليمة، وبمشاركة جميع المواكب الحسينية وبمشاركة أهالي ناحية تازة. ضغوط الحكام العباسيين ولألوان تعسفهم من أجل تحجيم نشاطه الرباني الذي كانت تفرضه عليه ظروف المرحلة للرسالة الإسلامية والمحافظة عليه. صاحب السجدة الطويلة، صاحب الدموع الغزيرة والضراعات المتصلة، يعني كان كثير الدعاء. إمام شوف دعاء دارده، شوف تضرع دارده، شوف توسل دارده، والله من إنساني كن حمس رسالة، ورسالة إلى كل الأحرار وإلى كل الشرفاء وكل المؤمنين وكل المتقين في العالم، أن نقتدي بإمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. ورغم التحديات التي يواجهها محبو آل البيت عليهم السلام من أبناء المكون التركماني في مدينة كركوك، إلا أن إصرارهم وعزيمتهم أبد دون ذلك في إحياء شعائر الله عز وجل. هيئة مواكب الحسينية في ناحية تازة خرمات التركمانية بإحياء هذا الذكرى، ولكي نقول للعالم بأن نحن شيعة التركمان في محافظة كركوك والأقذن والنواحي التابعة لها نحن على طريق الشهادة، ونقول لجميع العالم ولجميع الإرهابيين والتكفيرين بأن نحن فداء لهذا الإمام ولأهل البيت عليهم السلام. من ناحية تازة جنوبي محافظة كركوك، نجف أوغلو، الغدير الفضائية.